يخوض المنتخب الوطني المغربي مباراة ودية أمام نظيره الإكوادوري يوم الجمعة 27 من مارس 2026 على ملعب متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، بداية من 9:10 بتوقيت المغرب على القناة الرياضية، وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وفي أول ظهور رسمي تحت قيادة المدرب الجديد محمد وهبي. وسيخوض المنتخب المغربي ودية أخرى ضد باراغواي يوم الثلاثاء 31 من مارس بمدينة لانس على ملعب بولار دولولي. تأتي هاتان المباراتان ضمن تحضيرات المغرب لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. ومن المرتقب أن يعتمد محمد وهبي على مزيج من الخبرة والشباب في محاولة لبناء مجموعة متجانسة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية. وأوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 مع منتخبات البرازيل وهايتي وإسكتلندا.